القصة اللي كتبها عبد الحي أديب كانت بتدور جوه محطة مصر، قلب القاهرة النابض، وسط عالم الباعة الجائلين والعمال والناس اللي عايشة على الهامش. وهناك بنقابل شخصية قناوي، بائع الجرائد البسيط اللي عنده إعاقة جسدية ووحدة قاتلة وحلم مستحيل بالحب سبب له أحد أنواع الخلل العقلي لما تعلق بهنومة، بائعة الكازوزة الجميلة والقوية في نفس الوقت. يا جدع عاقل، شوف الدنيا ماشيه ازاي. انا هنومه اللي قدامك، وده جردل الكازوزه اللي قطع قلبي طول النهار. وحضرتك سقناوي، اخبار اليوم الميس الجمهوريه اللي دار تزك بيهم طول النهار. بس حاجه تفلق شحاته وقلاطه. انا راجل شغال وكسيب. زي ما في الكسيب ابو 15 قرش. قناوي الدور الصعب ده لعبه مخرج الفيلم يوسف شاهين بنفسه في أداء غير مسبوق، جريء ومزعج ومؤلم، وقدر يقدم شخصية مركبة تخليك تتعاطف معاه وتخاف منه في نفس اللحظة. أما هند رستم فقدمت واحد من أهم أدوارها، بعيد تماما عن صورة الإغراء السهلة، وقدمت هنومة كشخصية شعبية حقيقية عندها قوة وحضور واستقلال.